بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب واتم الحال. يا رب كده تكون ايامكم خير ومباركة، كل سنة وانتم طيبين. النهارده باذن الله هشارك معاكم تنظيفات بقى عيد الاضحى. بس كده هوت ايه، مستنيه منكم ارائكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي تبسطني وتديني طاقه ايجابيه. ما تخرجوش بقى من الفيديو الا وانتوا دايسين لايك ومتاكدين ان شاء الله انكم انتوا مشتركين في القناه ومفعلين زر الجرس على كلمه الكل. ويلا تعالوا يا حبايب قلبي نبدا الفيديو مع بعض. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب هنا بقى ايه، بدأت اليوم حطيت فطار للعيال. وعايزه اقول لكم بجد والله العظيم الجو يعني الله المستعان، مش عايزين ناكل اي حاجه غير جبنه وبطيخ، يا اما جبنه وعنب، يا اما اي حاجه ساقعه كده. المهم طبعا كلها ايام ربنا وكلها ايام خير. الحمد لله طبعا على كل حال. بدأت اليوم ان شاء الله كده هوت هخلص معاكم. هنا غرفه النوم بتاعتي بصراحه كانت متبهدله في الدولابات هي بتاعتي اللي كانت متبهدله. فهنا بقى ايه، قلت اما يعني كنت منفضه ومنضفه تحت السرير، وقلت اشارك كده الاجواء معاكم على السريع علشان ايه، عشان ما تملوش ولا تزهقوا. فهنا بقى هغير الملايه بتاعت السرير وهفرش بقى كويس، وبعدها هوريكم بقى النشاط اللي انا اخدته في الدولاب. اختي والله جايه لي من بورسعيد على كده اهوت عشان تساعدني، ربنا يبارك لي فيها ويحفظها باذن الله. بصوا انا عندي بصراحه ربنا لو الدولاب عندي كله متطبق كده اهوت يعني وعلى الشعره زي ما بيقولوا، بحس ان الاوضه فعلا بتتنفس كده وزي الفل. انما بقى لو اي كركبه في الدولاب بحس ان الاوضه بتضرب تقلب. هنا الحمد لله مسكنا بقى الملايات فطبقتهم، يعني بصوا اي تطبيق كده اهوت وخلاص، عارفين اللي هو انتوا عايزين تنجزوا. فهنا بقى من تحت كنت مخليه الهدوم الخروج بتاعتي وبس كده. يعني حبيت ان انا اشارك معاكم النهايات والفينش عشان ايه ما تملوش. هنا بقى الهدوم البيتي بقى الصيفي والشتوي لوحدهم والفوط، فطبقتها بقى والحمد لله. الله المستعان يعني. ربنا يعيننا ويسعدنا جميعا ان شاء الله. كلها يعني كلنا عارفين ننظف بيوتنا ونطبقها ونعمل كل حاجة حلوة في بيوتنا. بس يعني كل الفكرة ان احنا ايه، بنساعد بعض وبناخد طاقة ايجابية من بعض. فانتي بقى لو لسه ما عملتيش حاجة قومي كده تشجعي وسمي بسم الله، وان شاء الله كده هو ربنا يديك الصحة وما يحوجك لحد ابدا. ده على فكرة كان في البداية، وهنا بقى ايه زي ما قلت لكم المفروض انا كنت خليت ده قبل ده. المهم بقى بعد ما خلصت اوضه النوم بتاعتي طلعت بقى قلت ايه اما نعمل شويه اكل حلوين النهارده. هنعمل ايه الاكل بتاعنا النهارده؟ هنعمل شويه رز وسمك. طيب سمك ايه؟ سمك مقلي. بصراحه بقى لنا فتره كبيره ما اكلناش سمك مقلي، فحبيت ان انا ايه اعمله معاكم. وهنعمل شويه رز ابيض. ويلا كده اهوت ايه، لو انتوا وصلتوا لحد هنا ونسيتوا تعملوا لايك يا ريت تدوسوا لايك عشان ما يعني ايه، عشان ما تنسوش. طيب هنا بقى عشان تاكلي الرزايه حلوه كده اهوت ومش معجنه ومفلفله رز مفلفل زي ما الجميله خوله بتضحك عليا كل شويه. يعني بصوا تعملوا ايه بقى، تشوحوه حلو في الزيت ولحد ما يسخن. تعملوا ايه، تسقوه بميه سخنه. اهم حاجه الميه السخنه للرز علشان الرزايه تبقى معاكي يعني ايه ما تعجنش، وفي نفس الوقت تبقى يعني مفلفله والرزايه واحده بوحدتها. طيب خلاص الرز معايا استوى وطفيت عليه. وهنا بقى اللهم صل على النبي السمك كنت تومته خلاص وعملت له التتبيله. وطبعا يعني ايه شاركنا مع بعض كتير قوي قوي مع بعض، عملنا الخلطات بتاعت السمك فموجوده في القناه، يا ريت تخشوا القناه كده وتاخدوا لكم لفه. فهنا بقى ايه قلت على السريع برضو يعني عشان ما اطولش عليكم النهارده بقى ايه فيديو الانجاز. هنا بقى هجيب شويه دقيق وهحط شويه ملح كده، هظبط الملح بتاعي. وطبعا غسلت الخضره وحطيت الطماطم كده اهوت غسلتها برضو عشان ايه انجز كل حاجه تبقى قدامي كده اهوت، علشان يعني ما اقفش كده. بس سايبه بقى الطاسه تسخن معايا على النار. وهنا بقى هجيب السمك. عايزه اقول لكم ده الحجم دوت احلى حاجه في القلي، اللي هو لا كبير ولا صغير عن كده. فبصراحه يا جماعه بيبقى مسكر وعسل والله العظيم. عايزه اقول لكم بجد الحجم الكبير بيبقى زي المشهوق كده هوت، واللحم بتاعه مش عارفه ما بحبوش. برضو الصغير هيبقى مثلا
يعني ايه ملل، انما الحجم دوت احلى حاجة للقلي. فطبعا يعني ايه ربنا يا رب كده ينعم علينا بالخير والستر، كلها نعمة ربنا والحمد لله على كل حال. احمدوا ربنا كتير الايام المفترجة اللي احنا فيها دي، ربنا يا رب يراضي قلوبنا جميعا، وربنا يا رب كده يحقق لنا كل امانينا. طيب هنا بصراحة انا الطاسة دي يعني بحبها عشان يعني كبيرة كده اهوت، وبتاخد معايا كذا سمكية، وتاخد حلو عدد حلو يعني. بس كده اهوت الزيت سخن، وهنزل بقى السمك اهو. بصوا عارفين لو انتوا بدأتوا يومكم مفيش احلى من الصحيان بدري، بس انا والله الفترة دي يا جماعة متلخبطة خالص، يعني مش عارفة اصحى بدري. والله كل يوم يوميا بنام 5:30 و6، يعني وقت ما اقول النهاردة نمت بدري بنام 4 و4:30. ف يعني بصوا الموضوع صعب، خاصة كمان العيال في اجازة، فبرضو ايه صعب انك انت تظبطي لهم نومهم، والجو حر فبيصعبوا عليا مثلا لو الصبح مثلا صحيوا بدري. طيب بقول يعني كمان ابني يعني ربنا يشفيه ويعافيه بيكون يعني معدته بتتعبه الصبح وما بيرضاش يفطر. فده بقى كذا حاجة كده ايه بتخليني يعني ايه اكسل مثلا من الصحيان بدري. يعني ممكن تلاقوني اصحى 12 ونص او واحدة. بس هو المشكلة في ايه، يعني مفيش فعلا من بعد صحيان بدري. لو صحيتي 9 كده هو تلاقي نفسك فعلا اليوم فيه بركة، اليوم فيه بركة فعلا. هتلاقي نفسك خلصتي بيتك، خلصتي الغدا، خلصتي الفطار، خلصتي ولسه الظهر ما أذنش. فبإذن الله أنا بصراحة بحب أيام المدارس عشان الحاجة دي بس، إنما كصحيان وصحي العيال والمذاكرة لا أبسولوتلي. إنما هي ميزة المدارس إنها بتظبط النوم شوية، ونوم العيال يعني بالأخص مش نومنا احنا. فطبعا يعني ايه عايزين نشجع بعض كده، ويعني ناخد طاقة إيجابية من بعض، وإن شاء الله بإذن الله يعني ننظم يومنا. ويا ريت والله يا جماعة بجد نصحى بدري ونخلص حاجتنا بدري، عشان حتى يبقى معانا وقت فراغ كبير طول اليوم. بصوت عمرو دياب يعني. المهم اللهم صل على النبي. عشان حتى برضو نقعد مع عيالنا، عشان برضو مثلا لو في اي حاجة تانية عايزين نفهمها لهم، نقرأ لهم قرآن. يعني برضو يعني الحياة فعلا مش توضيب وكنس واكل وشرب وخلاص على كده. لا، الحياة فيها حاجات كتيرة لو ركزنا، لو صحينا بدري، لو يعني قعدنا مع عيالنا كده هتلاقوا نفسكم والله يا جماعة بجد في حاجات كتيرة مفتقدينها مع عيالنا، وعايزين نقعد معاهم ونفهمهم الصح من الغلط، دي حلوة ودي وحشة. فطبعا تربية العيال والله يا جماعة بجد مش بالسهل ابدا انك تطلعي جيل كده سوي نفسيا. اللهم المستعان. هنا بقى خلصت الاكل حبيب قلبي، عملت شوية سلطة خضرا حلوين كده يستاهل بقكم. سلطة عادية، شوية كزبرة مع شوية طماطم وشوية خيار وبس كده، وظبطي بقى الملح والكمون والخل والليمون وبس. وهنا بقى قليت السمك بتاعي. عايزة اقول لكم الاكل كان جميل جدا جدا، الحمد لله طبعا على نعمة ربنا. احمدوا ربنا كتير واشكروا فضله، وربنا يا رب يزيدكم من فضله ونعيمه. واتمنى لو وصلتوا لحد هنا دوسوا لايك، وتعالوا نشوف بقية الفيديو، علشان بصوا حبيت اشارك معاكم الاجواء برضو الجميلة بتاعة عيد الاضحى المبارك. ربنا يا رب كده يدوم علينا الاعياد والخير، وربنا يا رب كده يجعل ايامنا كلها مباركة. هنا كانوا جايبين جاموسة سوري في اللفظ، يعني كانوا جايبين جاموسة بقى واللهم صل على النبي. ما تعرفوش بقى كانوا مغمينها ليه، بس خلاص هم هنا عشان ايه يذبحوها تقريبا، وعشان برضو يعني انتوا بتشوفوا الحوادث كلها اللي بتحصل في النت، ان العجل نط مش عارفه من الدور الكام ونطح معرفش ايه. والله يا جماعه اوقات انا بشوف الحاجات دي قلبي بيوجعني، ما بقدرش استوعب بصراحه. فالحمد لله طبعا ربنا يا رب يسلم عيالنا واولادنا وحبايبنا كلهم، ويحفظ الجميع ان شاء الله. هنا بقى ايه خلاص كانوا ناووا انهم هيذبحوها، بس انا طبعا ما رضيتش اصور الحته دي. اصور حته دي ايه معلش يا جماعه انا نسيت. طبعا هنا سايبينها يعني لحد العيد يعني، فمعلش بقى سامحونا انا اتلخبطت. فاجواء جميله. الحمد لله طبعا على نعمه الاسلام، الحمد لله ان يعني ربنا بيجمعنا فعلا كده هوت في العيد، والطقوس بتاعتنا جميله وحلوه. طبعا مع احترامي لكل الاديان التانية،
ربنا يا رب كده يراضي قلوبنا جميعا ويبارك في اعماركم. دلوقتي يا حبايبي بصوا يعني هسيبكم بقى يعني تستمتعوا بالاجواء الجميله دي، وان شاء الله تكون اجواء جميله كده، واكون انا خفيفه على قلبكم. وادعوا لي بالله عليكم الايام دي ربنا كده يا رب يجبر بخاطري، وربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا. وان شاء الله ان شاء الله استنوني في فيديو جديد وروتين جديد باذن الله. الله المستعان. بس كده هوت يعني كده هكون خلصت معاكم الفيديو، وهقول لكم بقى ايه، شكرا من قلبي كل اللي اشترك جديد في قناتي وكل اللي ساهم بكلمه حلوه. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ويديمكم نعمه في حياتي. وهنا بقى خلاص هسيبكم بقى تشاركوا بقى وتستمتعوا بالمشاهده، وكده اكون خلصت معاكم الفيديو بتاعي اهو. انا مش عارفه يا جماعه بجد الرجاله ما شاء الله قلبها جامد ازاي انها تتعامل مع الحيوانات والكلام ده. انا تقريبا والله العظيم لو عديت من جنبها هتلاقوني اغمى عليا. فالحمد لله طبعا. تحسوا ان مع احترامي ليكم البهائم الايام دي يعني فاهمه وبتضرب ضربه القاضيه، فما تعرفوش عارفين يا عيني انهم هيدبها. فطبعا الحمد لله وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.